اليوتيوبر الأولاد، أو حسب ما يقول بعض الناس الفيتيوبر الأولاد. في الفيديو السابق تكلمت عن الفيتيوبر البنات، وسألتكم إذا كان هناك فيتيوبر أولاد أو لا، وفي حد في التعليقات جاوبني وقال لي فين أوزوماكي، وفين مهام، وفي أوفيس، وفين رسيم، بشوية بشوية وكل واحد في بلاصته يعني. إذا كنتوا حابين تعرفوا يعني الشلة هذه اللي أمامكم كامل مش فيتيوبر. الفيتيوبر عبارة عن شخصية 2D متحركة زي هذه يعني. وفي الفيديو السابق تكلمنا عن مياو ليفا، وفي الفيديو هذا سنتكلم عن شخصية أخرى وهي أوزوماكي. أوكي، أوزوماكي يوتيوبر عنده تقريبا 52 ألف متابع على اليوتيوب، ينشر 99 فيديو حاليا، مشاهداته جيدة، محتواه عبارة عن الانمي. حتى اكون صريح معكم يعني انا ايضا كنت اتابع اوزوماكي زمان، لكن حاليا ما صرت اتابعه كثير. ما بعرف، حسيت ان محتواه يعني ما نزل، بس انا بس سحبت عليه يعني شوي. هو محتواه صراحة جميل وبنصحكم عليه، بس شكله سحب شوية. والآن نتكلم عن اليوتيوبر الأسطورة وعم مياو ليفا وعم كل اليوتيوبر، واللي هو مهام. مهام صراحة من أحد اليوتيوبر العزيزين من قلبي، والذي أحبهم جدا، وحاليا ما زلت أتابعه. يعني بستنى حتى نخرج من الحرب ونشوفوا حرب أو الجيش ولا ما بعرف، ونشوفوا فيديوهات إن شاء الله. ومن أكثر الأشياء التي تميز مهام واللي هي الكوميديا، المونتاج، الأفكار الجميلة، المحتوى الأسطوري، وحتى عنده مشاهدات ومتابعين صراحة عاليين، يعني مستوى عالي من المتابعة والمشاهدات يعني. من ثم تيجي بنت وتقول لك إن محتوى مياو ليفا أحسن. يعني مياو ليفا الشيء الوحيد الذي جعلها ناجحة وهي الدبلجة فقط. وماذا عنك أنت يا عزيزي المشاهد؟ هل ستختار مياو ليفا أو ستختار مهام؟ تابعوني وفعلوا اللايك والاشتراك حتى أوصل إلى 1000 مشترك في أقرب وقت ممكن، وخلونا نتجاوز هذه المتعجرفة مياو ليفا.